إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. أصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، إن الأحداث الكبرى التي تمر على بلاد الإسلام في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، وتمر خاصة على أهل الشام في هذه الأيام، وقد اجتمع عليهم العدو من مشارق الأرض ومغاربها، بل واجتمع عليهم العدو من أنفسهم، ممن تولى أمرهم دهرا من الزمن، ثم أعمل سلاحهم وجندهم في قتلهم وقتل أهليهم. واجتمع معهم في الأيام الأخيرة ما جاء من الضلال الخوارج، فقتلوا من بقي من أهل الإسلام. ثم بعد ذلك اجتمع عليهم الحلفاء في هذه الأيام، فجمعوا مع القتل قتلا، ومع العدوان عدوانا، ومع الضلال ضلالا. ولكن هذا كله إذا حصل فليعلم المؤمن ببشارة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من الخيرية التي يختص الله بها من يشاء من عباده. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو يتحدث عن أشد الناس بلاء، ثم ما درجة هذا البلاء في دلالته على الخيرية في الإنسان أو في الأمة. فقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء الأمثل فالأمثل. والأنبياء على درجات، سيدهم وخليلهم وأعظمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم البلاء الذي وقع عليه صلوات ربي وسلامه عليه، كما مر في تاريخ دعوته من حين أن بعث إلى أن دفن صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك يتنزل البلاء على الناس بعد الأنبياء الأمثل فالأمثل. فمن كان أمثل عند الله عز وجل فإنه عند الله أفضل. ولذلك كانت تلك المصائب والبلايا حينما تتنزل على إنسان بعينه، أو تتنزل على مجموعة بعينها، أو على أمة بحدها وأهلها وناسها، إنما تدل على أن الله عز وجل يدخر عنده سبحانه وتعالى لهم من فضل الدنيا وفضل الآخرة ما الله جل وعلا أراد أن يعدهم بهذه المصائب وتلك البلايا والرزايا التي أحاطت بهم. ولذلك حينما يتذكر ذلك المؤمن ويكون موقنا به أشد الإيقان، يعلم أن الله إنما أراد به خيرا. ولذلك ثبت في الأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الشام وفضلها وفضل أهلها ما ثبت. فكانت تلك الفضائل، قد يأتي إنسان فيقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للشام طوبى لأهل الشام، طوبى لأهل الشام، طوبى لأهل الشام، فهل طوبى هذه هي التي تنزل بالبلايا والمصائب والقتل والدمار والفقر والجراح بل وانتهاك الأعراض والأرض؟ نعم، هي كذلك لأن الله عز وجل حينما خلق الدنيا خلقها ولم يجعل لها من الوزن والثقل
ما يتصوره كثير من الناس، بل إن رسولكم صلى الله عليه وسلم قال مبينا قدر الدنيا عند ربنا جل وعلا: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا هذه التي نعيشها، هذه التي نذوق أفراحها وأتراحها، هذه التي يعيش فيها أمة من أهل الفسق والفجور والكفر، يعيشون في أحسن حياة وأهنئها وأكثرها أمنا وأكثرها راحة، بل وأكثرها تلذذا وانغماسا في كل ما يرغب الواحد منهم أن ينغمس فيه. قد أحاطت به الدنيا بجمالها، والدنيا بذهبها وأموالها، والدنيا بجمال نسائها، والدنيا بكل ما فيها. هذه قال ربنا سبحانه وتعالى وهو يخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: لو كانت تعدل عنده جل وعلا جناح بعوضة، قال ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولذلك مقياس الصحة والمرض والفقر والغنى ليس هو المقياس الذي يدور في كثير من عقول الناس، بل إنه عند الله عز وجل له جانب آخر وله زاوية أخرى. الله هو العليم الكريم الحكيم سبحانه وتعالى، ولذلك جرى ما جرى. فهذه الدنيا بكل ما فيها جناح بعوضة، ولو أن أحدنا يا كرام جاءه من يبيع عليه جناح بعوضة فبكم سيشتريها؟ كم سيشتري جناح البعوضة هذا؟ قال له: هاتي 100 ليرة وخذ جناح بعوضة. هل سيفعل؟ بل ولن يفعل ولا ب10 بل ولا ب1، بل سيضحك. هل تريد مني أن أعطيك مالا مقابل جناح من بعوضة؟ نعم أيها الكرام، هكذا الدنيا. ولذلك إنما يبتلى فيها أصفياء الناس، وهذا الذي جرى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف ينسى أهل الشام؟ كيف ينسون ما وقع على آل ياسر؟ أليست سمية رضي الله عنها وأرضاها أول شهيدة في الإسلام؟ وهذا البيت الطاهر الذي وعدهم صلى الله عليه وسلم بالجنة هناك. اصبروا آل ياسر، فإن الموعد ليس قصور الدنيا، وليس الموعد هو عرش فارس والروم، وليس الموعد هو أن تأتي الدنيا عليهم وعلى آلهم فيكون ابنهم عمار خليفة ورئيسا ووزيرا، ولا أن تكون سمية هذه لها من النعماء ما لها أبدا. إنما كان موعده صلى الله عليه وسلم لهم: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وليس إلا الجنة. وكثير من الناس يدرك ذلك نظريا، يعرفه بعقله حينما يتحدث به، ولكن في قرارة قلبه يرفضه، يدفعه. لما؟ لأن الإيمان في قلبه لم يكن محلا صافيا وبيئة جاهزة لتصدق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما وعده به صلى الله عليه وسلم. فكان المحل غير قابل لأن يغرس فيه الفعل والعمل الذي يريده الله عز وجل من عباده المؤمنين. فمن كان كذلك، أي أنه يسمع البشرى هناك وينظر إلى الألم في الحياة، فلا يشعر أن لذة البشرى وأن انشراح الأمل يغسل هموم المصائب التي يمر بها ليلا ونهارا. من كان كذلك فليعلم أن الله لم يترك، بل جاء بدواء لدائه هذا ليزيد الإيمان في قلبه، ثم يصدق بخبر الله وخبر رسوله، فيتهنى ويتلذذ ويرتاح ويطمئن مهما كان حاله في الحياة الدنيا. وليس من أجمل من يعيش في الدنيا ولا من يذوق فيها النعماء أو البلاء من مؤمن عرف الله عز وجل وعرف ما عنده سبحانه وتعالى، فاستقبل الحياة كل الحياة كما هي، رضي بقضاء الله وقدره. ولذلك قال رسولكم صلى الله عليه وسلم: عجبا لمن؟ قال: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمره في قلبه هذا،
عجبا لأمر المؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالخيرية له في كل أحواله. كان لا يجد طعاما، لا يجد لباسا، لا يجد دواء، لا يجد حرية يتصرف فيها كما يشاء. قد سبقك إلى ذلك من هم خير منا جميعا. ويقول حينا بعض الناس بشيء من وسوسة الشيطان في نفسه: قولوا لنا تحملنا ما نزل من البلاء، فكيف نتحمل ما جرى من اغتصاب النساء والبلاء الذي تعرضنا له في أهلنا ونسائنا ومحارمنا؟ سبحان ربي، ألم يدخل رمح ذاك الجاهل أبو جهل في فرج سمية رضي الله عنها وأرضاها، أو ضرها ذلك، أو نقص من قدرها عند أهل الإيمان؟ أو تفكر فيه الآن هي رضي الله عنها وأرضاها حينما خرجت روحها وانتقلت إلى باريها الذي وعدها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما وعد؟ أو تظنون أنها حينما دخلت إلى قبرها ودفنت في تربتها قد بقي هذا في نفسها؟ لا ورب، ما بقي منها ولا في قلب ولا عقل ابنها عمار رضي الله عنهم أجمعين. انتهى وجاء دور الجزاء والثواب من العظيم الذي لا ينسى ولا يغفل سبحانه وتعالى. انتهى. فإذا قال العبد: وكيف لي بهذا؟ كيف لي أن أذوق مرارة الدنيا وما أعظم هذه المرارات في هذا الزمن؟ كيف؟ فبوسيلة واحدة أيها المحب، بوسيلة واحدة، هي أن يزيد هذا الإيمان في القلب. كيف يزيد؟ عندك مواسم الطاعات أيها الحبيب المبارك، لك ولأهلك من ورائك. أنت الآن تمر في أيام هي أعظم أيام العام على الإطلاق. ثبت في صحيح البخاري عن رسولكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن حب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، أي تقبل الله نفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. ومن منا كذلك، من كذلك، من هذا الذي ذهب بماله ونفسه ثم لم يبق من ذلك شيء أبدا؟ فهذه الأيام هي دورة لهذا الإيمان أن يدخل فيه. وكيف يكون ذلك؟ موسم الطاعة هذا لابد أن لا يكون كغيره من المواسم قبله أو بعده، وإنما نجعل لكل زمن ما يناسبه. أولم نكن يا كرام في العشر الأواخر من رمضان نصلي ونتهجد لربنا ونذكر وندعو؟ هذه الأيام أولى بذلك الآن، أولى به. ولذلك أيها الأحبة، كان من تأديب الله لعباده المؤمنين من أجل أن يتقبلوا ما يحصل من قضائه وقدره أن أمرهم في أول ما نزل الوحي عليهم أن يقبلوا على الله بعبادته الخالصة بينهم وبينه. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سبحان الله، هذا ينزل في أوائل ما نزل الوحي على رسولنا. ولما؟ وهل صلاة الليل أوجب علينا من أركان الإسلام؟ لا، ليست أوجب. فلما تأخر هذا وتقدم ذاك، مع أن ذيك في الفرضية أعظم؟ الزكاة يا عباد الله لم تفرض علينا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا في السنة الثانية بعد الهجرة، والصيام ما فرض علينا إلا في السنة الثانية بعد الهجرة، بل هناك من فرائض الإسلام كالحجاب لم ينزل إلا في السنة الخامسة من الهجرة، بل إن ركن الإسلام الحج لم يفرض ولم يؤدي صلى الله عليه وسلم ركن الحج العظيم هذا إلا في السنة العاشرة في أواخر ما كان عليه من حياته صلى الله عليه وسلم. فلما قدم هذا وأخر ذاك؟ قدم لأن الإنسان في أول أمره يحتاج إلى إيمان يملأ به قلبه، فإذا دخل الإيمان ما بعده هان، كل ما بعد ذلك يهون، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي على كل شيء قدير. حينما يقول بينه وبين ربه يا رب، هو على يقين كامل أن هذه الكلمات
سمعت فوق السماء، وأن الله قال للمظلوم مقولته التي لن تتخلف ولن تتعذر ولن يردها كائنا من كان من الناس. لأنصرنك ولو بعد حين، لكن لا تعجل. لأنصرنك ولو بعد حين، إنهم يكيدون كيدا. من مخلوق ضعيف؟ أمريكا، روسيا، الصين، بشار، دول من هنا وهناك. إنهم يكيدون كيدا، قال الله وأكيد الله وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أمهلهم، أنا الذي سأتولاهم ليس أنت، أنا الذي سأقطع رقابهم وليس أنت، أنا الذي عندي حسابهم وليس أنت. الأمر إلي أولا وآخرا، لن يتجاوز أحد قدر الله سبحانه وتعالى في كل شيء من أمور حياته أبدا. ولذلك قال ذاك الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة: وقد سمع آيات القضاء والقدر واستقر الإيمان في قلبه فاستجاب لهذه الآيات، فما مر بضيق في حياته حتى قال: أصبحت وما لي رضا إلا في مواطن القدر. أصبحت وما لي رضا إلا في مواطن القدر. كيف يفعل القدر بي؟ أنا راض مطمئن ومرتاح لربي سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، أيا كان ما نزل من القضاء والقدر في سراء أو ضراء. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل الفرج لبلاد المسلمين. اللهم إنه لا غنى لنا عنك، اللهم فعجل علينا بفرجك. اللهم إنا عبيدك نحتاج إلى نصرك ونعجز عن بدون إذنك وقوتك وأمرك، فيا رب افتح لنا أبواب السماء بنصرك، عجل لنا بذلك يا كريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إذا رجعتم هذا اليوم هذه الساعة إلى بيوتكم فثقوا ثقة تامة كاملة أنكم لن تستطيعوا أبدا أن تديموا الحياة في رضا وهناء وانشراح وسعادة إلا بعبادة تدخل إلى قلوبكم وتغذى بها جوارحكم. لا بد من ذلك، لا بد من ذلك. والله لن تستطيع أن ترضى إلا به. ولذا قال الله: فإما يأتينكم مني هدى، قال: فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى حتى الشقاء ما تشقى. فتقول: كيف يا أخي الآن في هذا الوقت عندك نهار، هل تستطيع أن تصومه لله عز وجل أو لا؟ تستطيع أخي، ما الذي يمنعك؟ كنا نصوم رمضان قبل أيام وكلنا ولله الحمد والمنة يعني نتسحر ونحن بأتم عافية ونفطر ونحن بأتم عافية. ما ضرنا أن أمسكنا لربنا ساعات من ليل أو نهار، لم يضرنا ذلك أبدا. فلما الآن أصبحت ثقيلة وأصبحت صعبة وأصبح من يصوم قليل بالنسبة لمن كان يصوم في رمضان؟ أضف إلى ذلك أخي قيام الليل لا بد منه. تقول: لا أستطيع. لما لا تستطيع؟ إن كانت المسألة أن تنام مبكرا فنم مبكرا أخي، ما الذي يضيرك؟ وإن كانت المسألة أنك مجهد ومشغول وعندك ارتباطات فلا تفعل ذلك، لأن ارتباطك بربك من خلال قلبك بعبادة خالصة معه هي أهم لك من كل شيء في هذه الحياة. ولذلك كان الصحابة رهبان بالليل فرسان بالنهار. لا يزعم زاعم أنه مشغول بالجهاد ولذا لا يقوم الليل، لا يزعم زاعم أنه مشغول بأهله ورزقهم ولذا لا يقوم الليل، لا يزعم زاعم أنه مشغول بأمر المسلمين ثم لا يقوم الليل. كل هذا ليس بصحيح، لأن أعظم من جاهد وأعظم من انشغل بأمر المسلمين وأعظم من قام بأهله وحقهم هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان قيامه لليل من حين أن نزلت يا أيها المزمل إلى أن توفاه الله عز وجل كان لا يترك قيامه. هذا ما الذي يجعلك وما الذي يستقر في قلبك أخي؟ نصف ساعة فقط تقوم قبيل الفجر تكبر لله
وتستحضر أن الله يخاطبك الآن. وحينما تقول الحمد لله رب العالمين يأتي في ذاكرتك ما ثبت عن نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: حمدني عبدي. ثم قرأت: الرحمن الرحيم، كأنك تسمع الجواب من الله. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله في صحيح مسلم. قال الله: أثنى علي عبدي الرحمن الرحيم. قال الله: مجدني عبدي. قلت: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذه بيني وبين عبدي. قلت: اهدنا الصراط المستقيم. أكون مع من يا رب؟ أكون مع من؟ أقاتل مع من؟ أصطف مع من؟ أجتمع مع من؟ أخالل وأصحب من يا رب العالمين؟ من؟ قال الله لك: اهدنا الصراط المستقيم. من؟ صراط الذين أنعمت الله أنعم عليهم بالهداية هذه. أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هديت، كفيت. تستشعر هذا الخطاب بينك وبين ربك، لا من أحد حولك ولا أحد يسمع ولا أحد يرى ولا أحد. أنت بالله الأحد سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل بعد ذلك: هذه لعبدي ولعبدي ما إيش؟ أحسنت، هداك ربي ونحن جميعا معك. قال الله عز وجل: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم إنا نسألك أن تهدينا صراطك المستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نعوذ بك أن نجاهد بأموالنا أو أنفسنا مع الضلال وأهله. اللهم اعصمنا ذلك برحمتك وكرمك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا هداية لا ضلال معها. اللهم ارزقنا سعادة لا شقاء فيها. اللهم إلهنا وأنت العظيم الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نسألك وحدك. اللهم إنا نسألك وحدك. اللهم إنا نسألك وحدك أن تنزل علينا فرجا عظيما من عندك. اللهم عجل علينا بنصرنا. اللهم عجل لنا بعزنا. اللهم واجعل أهل الشام ومن معهم ومن أيدهم ومن ناصرهم ومن قام معهم بشيء من حقهم، اللهم اجعلهم جميعا يا رب العالمين من أنصار دينك. اللهم أعز بهم الإسلام وأعز الإسلام بهم. اللهم اجعلهم حماة لدينك قائمين بشرعك. اللهم واجمعني بهؤلاء يا رب العالمين في الفردوس الأعلى مع خير الأنبياء والمرسلين. اللهم اجمعني بهم وأهليهم وذراريهم وأحبابنا جميعا يا رب. اجمعنا جميعا في مجلس صدره محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا ذلك بذنوبنا ولا تحرمنا ذلك بتقصيرنا ولا تحرمنا ذلك بقلة عبادتنا. اللهم إنا نسألك إياه بجودك وكرمك، نسألك إياه بعطائك وإحسانك. أنت مولانا ولا مولى لنا إلا أنت. اللهم ربنا لا إله إلا أنت. أنت العظيم الذي لا يعجزه شيء، وأنت الكريم الذي لا ينقصه شيء، فربنا لا إله إلا أنت. افتح لنا أبواب السماء في هذه الساعة ببركة من عندك يا رب، بركة من عندك تنزلها علينا في هذا المكان المبارك. اللهم انزل علينا بركاتك يا رب العالمين. اللهم انزل علينا خيراتك. اللهم انزل علينا خيراتك. اللهم لا تحرم منا صغيرا ولا كبيرا، لا رجلا ولا امرأة. اللهم لا طائعا ولا عاصيا. اللهم خذنا جميعا بعطائك الذي ليس له حد، وأنزل علينا من خزائن فضلك التي لا تنتهي. اللهم ربنا لا إله إلا أنت أمرتنا أن نصلي على خير رسلك محمد صلى الله عليه وسلم. أمرتنا بذلك في محكم كتابك: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.